إلى قضاة تحقيق للنظر فيه. هنا قضاة التحقيق اللي حولت إليهم هذه البلاغات هم اللي هي إيه، هم اللي يستطيعوا أن يقولوا إن يعني هم يقضوا فيها، بحيث إن لو فيه بعض اللجان حصل فيها مستوى من الانتهاك أو حد من الانتهاك بحيث إنه يؤثر في جوهر العملية الانتخابية أو يؤثر في تزوير إرادة الناخبين، يبقى في هذه الحالة يعني ممكن أن تعاد مرة أخرى الانتخابات في هذه اللجان اللي ذكر فيها مثلا على مستوى مثلا آلاف اللجان، في مثلا 50 لجنة، في 100 لجنة، في كذا، كلها لجان ايه؟ لجان فرعية. لكن طبعا هذه الانتهاكات انا قريت طبعا كل ما يتصل بهذه القصه، كلها انتهاكات عاديه لا انتهاكات عاديه لا تصل الى لا ترقى الى مستوى تزييف اراده الناخبين او شيء جوهري في تغيير اراده الناخبين. يعني زي ما بيحصل في الهند انتخابات وبيحصل فيها وهكذا، هنا حولت الى قضاة تحقيق. قضاة التحقيق هم اللي هيقولوا بقى في هذه القصه هل هذه الانتخابات، وفي الحالة دي ممكن تعاد لو ثبت ان في مثلا صناديق اختفت، او ان في مثلا الورقة الدوارة بلغت حد انها مثلا فيه مثلا 500 مثلا لهم حق التصويت وزور في الانتخابات كذا، ما يعني ايه. لكن مثلا حكاية التوجيه، حكاية الدعاية مثلا عن بعد 200 متر، مثل هذه الامور، حكايه مثلا ان ادعاءات يعني، لان برضو اللجنه العليا للانتخابات طلعت ردت على بعض هذه الاشياء مثلا فيما يتصل بمنع مواطنين او شيء من هذا القبيل، قالت ان هذا الكلام اللجنه العليا للانتخابات قالت ان هذا الكلام لم يحدث. فده يعني تبقى هنا المساله مساله اقرب للادعاءات منها الى يعني اخواننا ادعاءات ولا بلاغات قابله لان هي تكون حقيقيه او غير حقيقيه. ما هو في جزء يعني منها كيف نصفها بانها ادعاءات اذا كانوا يملكون ادله يعني تقدموا بها مثلا. شوف حضرتك دلوقتي فيما يتعلق مثلا بنوع البلاغات، يعني مثلا في قضيه ابو قرقاص دي اللي طلع فيها اللجنه العليا للانتخابات واتكلمت عن في مثلا قرى مسيحيه منع مواطنين فيها من ان يدلوا اصواتهم مثلا يعني. طلعت اللجنه العليا للانتخابات قالت هذا الكلام. انا ليا اصدقاء لهم صله بهذه القصه، فمش لان جورنال نقل الخبر يبقى مجرد النقل يصبح صحيحا، لا احنا عايزين يعني فاللجنه العليا للانتخابات انا شفت على فكره ردودها في الجوله الاولى. القاضي اللي تحدث عن اغلب البلاغات او اغلب الشكاوى فيما يتصل ب يعني التأثير على إرادة الناخبين، كان عنده كان عنده عنده إقناع. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس قالت ان مفيش حبر كافي مثلا. لا خلينا بس مثلا خلينا في انتهاكات غير مختومه اكثر قوه من هذه يعني مثلا عدم فتح مقار الاقتراع ده مراقبه المجلس القومي. لا ما انا قلت لك الحكايه دي معروفه. هو هنا حضرتك بس انا لسه يعني كان ساعتك انا بقول لك هم اتاخروا ساعتين مدوهم مع طولهم بعدين لغايه الساعه 11 فخلاص. طيب هو طبعا في جزء حضرتك قول اللي هو جزء متصل ب ان طيب في الائتلاف المستقل مثلا رصد انه اجراءات اللي كانت بتمنح للتفويضات، يعني اكتشاف تفويضات على بياض لا تحمل اسم الشخص اللي هو المراقب او المتابع دي. هو في ناس اتكلمت على هذه القصه حتى في المرحله الاولى الجهات يعني وطلب الائتلاف المجلس القومي بضرورة التزامه الحيادية وعدم الانحياز لأي جهة مهما كانت طبيعتها وسلطتها، وطلبوا بفتح تحقيق في تلك التجاوزات التي يمارسها المجلس. يعني تفويضات بدون أسماء، يعني التفويض بالمراقبة من غير اسم. حضرتك من الجولة الأولى هناك من قال أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعطى تفويضات على بياض لاتجاه معين. ده اللي هم بيقولوا دلوقتي. ما هي نفس معروف في كل أنحاء العالم أنواع الانتهاكات اللي هي بتجري في كل الانتخابات في العالم. فما حدث في انتخابات في الجولة الأولى يتكرر هذه المرة ويتكرر الحديث عنه سواء كان ادعاء أو صحيح. فمن بين هذه الأشياء أنهم قال لك أن الإخوان وخدوا التفويضات وطلع أن هذا الكلام ليس صحيحا.
طيب اتضح ازاي؟ اتضح ما بقول لحضرتك القائمين على القضاء والقائمين على الانتخابات طلعوا وردوا على كل الانتهاكات في المرحله الاولى، ومن بين هذا انت عارف حضرتك حرب الاشاعات، يعني حرب الاشاعات كمان حاجه رهيبه جدا يعني. حضرتك هو طبعا في جزء متصل باداره العمليه الانتخابيه. طيب غياب الاشراف القضائي الكامل ده برضو من النقاط اللي بيطعن بيها بعض الناس، ويمكن اغلبهم طبعا من المعارضين الكامل. غياب الاشراف لا هو كان غياب الاشراف الكامل لم يكن مشتملا، وعشان كده عملوها على مرحلتين. شوف حضرتك، هو قيل ان في 53 قاضي كان عندهم مشكله، لكن برضه ردت اللجنه العليا للانتخابات وقالوا ان كل من كان يعني كل من كان موجودا كان من القضاة يعني. لكن مثلا المرة دي احنا قلنا علشان في أزمة القضاة وكذا، فأنت عندك اللجنة بيبقى ممكن يكون فيها صندوق أو أكتر يعني، لا يوجد قاضي على كل صندوق، إنما اللجنة ممكن يكون فيها صندوقين أو 3 أنت واخد فيكونوا فيها قاضية. لكن القاضي طول النهار القضاة على فكرة يسألون هذا السؤال، لكن مفيش لجنة ما فيهاش قاضي. لك أنا شايف وأنا بتابع وأنا لكن مفيش لجنة ما فيهاش ولو قاضيا واحدا. هو طبعا عشان أزمة اللي أنت عارفها اللي هي أزمة القضاء وامتناعهم وكذا، فطبعا دي عملت مشكلة في إن مفيش قاضي على كل لم يمتنع القضاء كلهم. ما في في عدد كبير جدا من القضاء موجود. لكن كل لجنة كان فيها قاضية يعاونه مجموعة من الموظفين اللي موجودين، لكن كل لجنة كان فيها قاضي، وكان هذا القاضي هو حضرتك بس عشان يعني ما يبقاش ده رأي حضرتك، ولكن في آخرين بيرصدوا هذه الانتهاكات. في حد قال ان ما فيش قضاء؟ فين الدليل؟ فين الدليل؟ ما هو الدليل عندك على هذا الكلام؟ في بلاغات، هقول لحضرتك الدليل عندي ايه. انه لما في بعض المنظمات الحقوقية تقول انه ما كانش فيه اشراف كامل، انه بعض اللجان ما كانش فيها قضاة، كان فيه موظفين فقط، وانه اللجنة العليا للانتخابات ردت وقالت ان هذا الكلام ليس صحيحا. طيب ماشي، ما يعني بس هم ليس صحيحا. يعني قدموا محاضر بهذا يعني هم قدموا محاضر بهذا. فانا كل ما اقصده ان هذا موضوع يعني يبت فيه لاحقا، لا نقرره نحن في يعني في حلقه نقاشيه، لكن نقول انه هذا محل تحقيق يعني. الا اذا اردنا الله يفتح عليك اللي هو كما حدث في المره الاولى في الجوله الاولى، ان هذه البلاغات كلها على دماغنا، ونحيل هذه البلاغات الى هيئات الى جهات تحقيق قضائيه تحقق فيها. وهذا اول مره على فكره يحدث يعني. ايام مبارك لما كان بيحصل تزوير انتخابات ما حدش كان بيسال عن حد. اول مره في تاريخ مصر تفتح تحقيقات في بلاغات متصله بتزوير اراده ناخبين. طيب بس هم اللي هيقولوا بقى الكلام ده. طيب هو ماشي، بس مش هينفع نقارن ما بين مبارك وما بين فتره قمنا بثوره بعد ثوره. يعني المفروض ان الوضع يكون افضل يعني كثيرا مش قليلا يا استاذنا. طيب بالك انا لا اقارن، انا بقول لم يعد هناك مجال بعد الثوره ان نزور اراده الناخبين. دي خلصت. تمام. انت ليه بقى كمان؟ لأن النهاردة احنا شايفين الشعب، يعني احنا في تغيير في الثقافة السياسية المصريين الآن. النهاردة المصريين بينزلوا كل واحد فيهم زي ما احنا بنقول بيؤكد ما نطلق عليه هويته، مش الهوية يعني الهوية المتصلة بالثقافة أو كذا، إنما هويته الوجودية زي ما أنا كنت بقول لبعض أصدقائي. بمعنى أنني فاعل وموجود وأشارك وأراقب ومثل هذه الأمور. طيب لنعطي فرصة للأستاذة الشاعرة زينب أبو النجا في مقال للكاتب سعد هجرس في جريدة الصباح غدا، يعني بيقول فيه إنه بيقول إن هذه النتيجة، نتيجة الدستور، لن تتكفل وحدها بإخراج البلاد من حالة الانقسام التي دخلتها، وهو انقسام خطير يصيب السياسة والاقتصاد بالشلل. ويترافق مع هذا عنف مادي ولفظي يضع مصر على حافة حرب أهلية إذا لم يتم تدارك الأمور، خاصة مع استفحال ظاهرة التطاول على القانون وانتهاك استقلال القضاء وتفكيك مؤسسات الدولة. ردا عليك بقى. وفي ظل أوضاع تعيسة كهذه يصبح الدستور مجرد حبر على ورق، ويفقد الاعتبار بوصفه عقدا اجتماعيا للأجيال الحاضرة والقادمة، لأنه باختصار يكون فاقدا لأهم المقومات اللازمة لأي دستور قابل للحياة، ألا وهو التوافق الوطني والتراضي بين جميع مكونات الأمة. وأنا أكتفي بهذا. ومن فعل هذا الانقسام؟ من المسبب في هذا الانقسام؟
هل هو الإعلان الدستوري المؤقت الذي قدمه السيد الرئيس هو الذي كما يقولون هو الذي تسبب في انقسام الشارع السياسي؟ لا يمكن طبعا. من يا فندم؟ المحكمة الدستورية العليا هي اللي قسمت المجتمع. نعم، لأن المحكمة الدستورية العليا كسرت إرادة الشعب لما لغت مجلس الشعب. أنا لست إخوانية، أنا واحدة قومية ومعروف أن أنا قومية ومن ثوار مصر، لكن كلفني ضميري أن أقول كلمة الحق. يعني المحكمة الدستورية هي التي قسمت المجتمع المصري. نعم، السيدة المحكمة الدستورية عندما تسيس نفسها تخرج عن الشرعية القضائية. يعني السيدة الجبالي كانت نعم، أنا على مسؤوليتي طبعا، وأنا كتبته. الدستورية قسمت المجتمع، رأي حضرتك إيه يا أستاذ؟ لا أكمل بس كلامي بعد إذن حضرتك. بعد ما قسمت المجتمع أكمل بس كلامي. هل الحرية والديمقراطية هي أن نكسر إرادة الرئيس المنتخب الذي جاء بإرادة الشعب المصري ولو حتى ب51%؟ هل ان احنا نكسر قراراته كسرات، يعني لغت له قرارين سابقين قبل هذا لغت له هو ولا أيوة لما ولا حكم القانون، يعني في احتكام للقانون؟ هي تعمدت يعني بشكل. هل من حق المحكمة الدستورية ان تلغي إرادة شعب؟ كده بتلغي المادة التي إرادة شعب أم إرادة رئيس هنا؟ يعني لا، إرادة شعب ورئيس. في قوانين إرادة شعب ورئيس، يعني والرئيس منتخب عن طريق الشعب. في المادة التي تقول أن الشعب هو مصدر السلطات. لما المحكمة الدستورية العليا ألغت قرار الرئيس وألغت مجلس الشعب بكامله لهنة قانونية أو عوار كما قالوا في الفردي والمستقل، ودخلوها في بعضها كده بشكل غريب. طيب كان يلغي التلت بس، لو هو عنده هذا العوار، عنده حجة قانونية قاطعة، كان يلغي التلت بس، ما يلغيش المجلس كله. أنا شايفة واحدة بتنتخب وبتقول انا بنتخب وقلت نعم، بس على الله بقى مش بجرد قلم يعني يلغوا لي. طب لحظه بس يا استاذه زينب، يعني الناس اللي خرجت في مظاهرات سواء في التحرير او في الاتحاديه او في ثوره مضاده، معلش ده رأي حضرتك، بس أكمل السؤال. في خيمة في الميدان مكتوب عليها اسفين يا ريس، أبناء مبارك، أبناء مبارك واسفين يا ريس. أنا مش هتنازل عن ثورة مصر. جميل. أنا بس يعني عايز أكمل السؤال. يعني هؤلاء الذين خرجوا لم يخرجوا من أجل المحكمة الدستورية ولم يكن في بالهم المحكمة الدستورية، ولو كانوا خرجوا بسبب ما فعلته المحكمة الدستورية لتوجهوا إليها، لكن توجه إليهم فصيل آخر. لكن تفسير المسألة على أن المحكمة الدستورية قسمت المجتمع، هذا لم أقرأه ولم أسمع به في أي مكان يعني آخر غير هذا المكان. هو شوف نعم حضرتك، وطبعا الأستاذ سعد هجرة الصديقي، وطبعا معروف أنه له اتجاه معين. اتجاه إيه فندم؟ اتجاه في طريقة التفكير. يعني هو ما هو اتجاهه؟ هو اتجاهه أنه هو راجل يعني ليبرالي، وراجل يعني معروف أنه ميوله كانت ماركسية أو كذا. ماركسي ولا ليبرالي؟ لا، ما هو ماركسي والاثنين مع بعض، بس بيكملوا بعض احيانا. حاجتين عكس بعض. يا ريس، ليبرالي عكس حضرتك. اغلب الليبراليين اللي موجودين في العالم العربي الان كانوا ماركسيين سابقين وغيروا طبعا. معروف. كل طبعا حاسبهم على كونهم ليبراليين ام على كونهم ماركسيين. انا بقول لك الراجل صديقي. انت الان في مواقع فكريه، انت واخد الموقع الفكري الانساني، يعني حكايه حرب اهليه وحكايه احتراب اهلي وحكايه ان الاعلام بيخلق حاله، واخد بال حضرتك ازاي، ليست موجوده في الواقع. انت فين حرب الاعلام يخلق حاله ليست موجوده؟ طبعا الاعلام الخاص. الاعلام الخاص ليس الاعلام. لا لحظه بس. لا، وهو على فكره انا بكتب في الصباح. انت واخد بال حضرتك ازاي؟ دي جريده ليبراليه. ما انا بكتب فيها، واحنا مش طب انت كده ممكن توصم بانك ليبرالي والعياذ بالله. يا ريس، احنا مش بنقول كل دي تيارات سياسيه. تيارات سياسيه وراءها يعني مؤامره ما. استشعر من كلامك ان في مؤامره ما، بس لا ليبرالي وكان ماركسي. دي قصة في مسألة تحول الأفكار. يعني في علم اسمه علم اجتماعي الأفكار. يعني بمعنى أن الناس بتنتقل من مواقع فكرية إلى مواقع فكرية أخرى. دي قصة تانية، أنت واخد بال حضرتك. لكن احنا بنقول دلوقتي أن في خلق لحالة، يقول لك حرب أهلية
وان مصر هتبقى كذا. انت لا بتقعد تبشر بهذا الكلام على المستوى نعم. الفكري. ايه ماشي، في حاجه في الكنترول عايزين حاجه؟ مش عارفه في ايه؟ مالها الاخبار؟ ما احنا بنناقشها اهو يا جماعه، ما احنا بنناقش الاخبار، بس في موضوع مهم، في موضوع يعني اقطع على الضيف